وكاين قارب آخر من قوارب النجاة، ما هو الثبات. ربي ثبتنا، خاطر الدنيا معمرة بالعواصف، معمرة بالهزات والزلازل، ولا والمصائب هذه سهلة؟ والله ما هي سهلة. هذه موت، هذه خسارة، هذه حوادث ربي ينجيكم ونجينا، هذه أمراض، وهذا لا إله إلا محمد رسول الله. وربي قالنا في القرآن، قال في سورة البقرة في الآية 155 في الآية 156 قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين واش قال؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعمه أن نشوف هنا الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هذا جماعة الخير ذا قروج الصبر باش الإنسان يثبت في هذه الحياة، وإلا يثبت قرص قبيلي مثل زاد المصيبة أرثرت وشولت إذا شوي يصبر ويقدر ويصبر وين يسال الإيمان، وين يسال الإيمان يقدر. المصيبة كي تجي المؤمن موصول بالله نورمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فرات زيد قدر الله وما شاء فعل. أما راح بستك الشر ربي شفتوا الثبات، ثبات الجبال الرواسي اللي عبر عليها الشافعي مرة أخرى قال دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يا أخي الإيمان بالقضاء والقدر تجد ركيزة من ركائز الإيمان. وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء. يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء. فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء. إلى أن يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. فوال لذلك هذه معاني مهمة نأخذها من كتاب والسنة وممن يشرح الكتاب والسنة. أي غير باش ربي ثبتنا أغي ثبت ربي العبد يسعى الكوراج مرحبا استكشى ربي. إما يخص الثباتكي مسكينة ذي روح وكان اللي يخلي صلاته على بالك صار المصيبة يخلي صلاة. هذا ماشي هكذا ولا يسخط ولا يبدأ يحاسب ولا بلا عقل برك. ارضى بقضاء الله وقدره وفيه راحة عظمى جدا جدا. لذلك الله أكبر. نذكر ثاني واحد المعنى أيضا مهم في هذا المجال. إيه هو؟ أن الإنسان ربي سبحانه في سورة إبراهيم من الآية 24 حتى الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وش بيصر بير تجرى إنسان زوران ويثندي القاعة سايفور كون سال جدرة أتسيه زواضو سيقل العارة قارس قبايليت ولاش تاشيطور وزواضو. ما كاينش شجرة اللي ما هزهاش الريح إذا كانت ثابتة عندها جذور ممتدة في أعماق الأرض ما يقتلعهاش هذاك الريح مهما كانت الريح يعني قوية ولا العواصف هوجة لا يمكن. هكذا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها وفي قراءة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس بلا استثناء للناس. إلى أن يقول يثبت الله الذين آمنوا. ارجع لها قال يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول الثابت. هذا القرآن يا جماعة الخير هذا كلام ربي غير ربي اللي يقدر يقول هذا الكلام برك. وما شهد له عمالقة البيان وفرسان البلاغة كبار اللي قال ربي سبحانه قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الشاعر قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا
ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا، إليه ندعو ولا بقاء لغيره وإن رمينا ظلما وعدوانا، وللآذان إذا نادى المنادي به يهز الأسماع ويقرع الآذان، الله أكبر نادى بها بلال دكت قلاع الشرك وأوثانا، الله أكبر نادى بها بلال بنت لصرح الدين أركانا، وفي الصلاة راحتنا وموعدنا مع الرحمن جموعا ووحدانا. لذلك ربي قال في الآيتين 26 27 سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.